تخيل معايا كده حد يقرر يهجم على روما مش بدبابات ولا بخيول، لا، بأفيال. ده مش خيال، ده اللي عمله قائد عبقري اسمه هانيبال. القائد اللي روما اعتبرته كابوس واللي كل جيوش أوروبا فضلت تحكي عن خططه قرون بعد موته. سنة 237 قبل الميلاد، طفل عنده 9 سنين واقف قدام أبوه القائد هاميلكار برقة بيقسم فوق دم الذبيحة: مش هسامح روما طول حياتي. الطفل ده كان هانيبال. قرطاج كانت اتقهرت في حربها الأولى ضد روما، وهاميلكار مات وهو بيقاتل عشان يرجع كرامتها. فهانيبال ورث الكراهية ومعاها الحلم. الحرب البونيقية الأولى خلت قرطاج تخسر البحر. روما أخذت صقلية وبقت إمبراطورية ناشئة مرعبة. قرطاج اتهزت، بس لسه عندها جنرالات بيخططوا. ومن هنا بدأت القصة. هانيبال بقى قائد على جيش قرطاج في أسبانيا، وأول حاجة عملها هاجم مدينة اسمها ساجنتوم، كانت تحت حماية روما. كده هانيبال أعلن الحرب بنفسه، بس بدل ما يستنى روما تجيله، هو راح لها، بس عن طريق مستحيل. 90,000 جندي، 37 فيل، وأمتعة الحرب كلها طالعين يعدوا جبال الألب الجليدية. انهيارات، تلج، خيانة، هجمات قبائل همجية. ومن 90,000 ما فضلش غير 26,000 بس هانيبال وصل لأول مرة في التاريخ جيش أفريقي واقف على أبواب روما. جنب نهر تيشينو، هانيبال فاجئ الرومان وخلى قائدهم يهرب مصاب بين الحياة والموت. وبعدها في كمين عبقري وسط الضباب، أباد جيش روماني بالكامل في معركة بحيرة ترازيمين. روما ما شافتش كارثة زي دي قبل كده، فعينت قائد جديد اسمه فابيوس ماكسيموس. بس الغريب، ما كانش بيهاجم هانيبال، كان بيراقبه ويتفاداه عشان يسيبه يتعب ويتآكل. الناس سموه القائد الجبان، بس هو كان فاهم إن هانيبال مش سهل. روما زهقت من الانتظار، فجمعت أكبر جيش في تاريخها وقتها، 86 ألف جندي. وهنا هانيبال وراهم العبقرية الحقيقية. خلى الجنود يتراجعوا شوية والرومان يدخلوا في المصيدة، وفجأة التفاف ازدوج والخيالة قفلت عليهم من ورا. النتيجة بقى كانت 50,000 جندي روماني اتقتلوا في يوم واحد بس. دي كانت إبادة مش معركة. بعد الانتصار التاريخي الطريق كان مفتوح. الناس صرخت: ادخل روما يا هانيبال. بس هو ما دخلش. ليه؟ لأنه ما كانش معاه معدات حصار، جيشه منهك، وقرطاج أساسا رفضت تبعت له دعم. اتساب لوحده في أرض العدو لمدة 15 سنة. واحد من تلامذة هانيبال اسمه سكيبيو قرر ينقل الحرب لإفريقيا بنفسه، فهانيبال اضطر يرجع يدافع عن بلده. سنة 202 قبل الميلاد حصلت المعركة اللي أنهت كل شيء، معركة زاما. هانيبال خسر لأول مرة في حياته. بعدها بكام سنة هانيبال هرب، وروما فضلت تطارده في كل حتة. ولما دعا عليه الخناق شرب السم وانتحر، وقال جملته الأخيرة: خلوا روما ترتاح من كوابيس انتصاراتي. روما انتصرت في النهاية، لكن العالم لحد النهاردة بيفكر في سؤال واحد: ماذا لو دخل هانيبال روما؟ هانيبال ما كانش مجرد قائد، كان عبقري حربي سبق عصره بقرون، وخلى روما تخاف من شبحه حتى بعد موته.